المدموجة حاجة زمنية تونسية بنينة على الآخر ومشتهية في سهرية رمضان. هي عبارة على عجينة بسميد مبسسة بالباهي، من بعد نلموها بالماء، نقليوها ونكسروها، نشحروها ونزيدوها مكونات أخرى، وفيها تقرميشة بنينة على الآخر. وتوا هيا نتعداو لطريقة التحضير. نستحقوا 300 جرام سميد أرطب، رشة ملح، 50 جرام زبدة، 60 جرام زيت زيتونة، وماء باش نلمو بيه العجينة. نبداو بالسميد نغربلوه بالباهي، نزيدو عليه رشة ملح، وباش نزيد الزبدة والزيت ونخلط بشوية لين السميد يشرب السوائل ويتبسس معانا. المرحلة اللي من بعد نحك سميد بيديا باش الزبدة والزيت يوصلوا للسميد الكل. من بعد البات تجينا مبسسة بالباهي. اون فوا تأكدنا اللي السميد متاعنا تبسس بالباهي، نبداو نزيدو الماء بشوية ونقعدو نلمو فيها لين نتحصلوا على عجينة لا هي مكبوسة برشا ولا هي جارية برشا، تكون كيما هكا بالضبط. من بعد باش نلاحظوا اللي العجينة بتاعنا ماهيش متماسكة بالباهي وفيها تشققات، جوست نخدموها شوية باليد ونعجنوها بالباهي. تو نلاحظوا اللي هي ولات عجينة رطبة كيما اللي تشوفوا فيها توا ما قعد ليك باش نغطيها ونخليها ترتاح ساعة كاملة. مهم جدا نرتحوها باش نتحصلوا على نتيجة باهية والرسيت متاعنا تكون ناجحة. بعد ما ارتاحت نقسمها على 2 وباش ناخو عجينة ونحلها بالقلقال لين تولي جويدة، وفي الاخر بالسكينة باش نشقها في الوسط ونعمل فتحات باش العجينة ما تتفخش بكلها في الوسط وقت القليان وتجينا فارغة. تعديت سخنت الزيت متاعي على الغاز وباش نبدا نحط العجينة تتقلي. الزيت لازم يكون سخون باش في ساعة الكعبة تتقلي وما تشربش الزيت واكيكا تجينا تتقرمش بالباهي. اول ما يولي لونها دوغي نقلبها تيب على الفاس الاخرى. بعد ما نتأكدوا اللي هي طابت نحطها تستقطر الزيت في كسكاس ونطيب الكونتيتي اللي قعدت، لان قربت شوية الكاميرا باش تشوفوها كيف تتنفخ في ساعة، وعلى هذاك شقيناها في الوسط باش ما تتنفخش بكلها وتجينا فارغة في الوسط. نكملوا نطيبوهم الكل لين يحمروا، ما نخليوهمش يحمروا اكثر من اللازم وميمتو ما نخليوهمش يخرجوا نيين، ونخليوهم يبردوا في عقلهم. ونمشيو توا نحضروا الشحور. للشحور نستحقوا 2 كيسين سكر عليهم كيس ماء، وفي كسرونة نصب الماء وبعد نصب السكر. مهم جدا نصب الماء قبل السكر باش السكر متاعنا ما يلصقش على اطراف الكسرونة واكيكا يولي محبب والسيروم متاعنا يجينا مسكر. والشحور راهو ما يتحركش ونخليه يطيب على نار متوسطة لين يوصل مرحلة الغليان. اول ما يوصل مرحلة الغليان نزيدو شطر قارصة، من بعد نخليه يطيب. بعد 10 دقائق بالضبط من الغليان نطفي عليه ونزيدو شوية عطرشية وديريكت نبعدو من الغاز ونصبو في حاجة باش الكويسون متاعو يقف. وشحور المدموجة راهو يلزم يكون خفيف باش يحافظ على القرميشة، وكي باش نعملوه عاقد راهو باش تجينا تلصق في بعضها وتولي معسلة اكثر من اللازم. ونمشيو توا نحضروا بقية المكونات، لان عندي 100 جرام لوز معرج نحيت شوية للزينة والباقي باش نهروشوه بالسكينة. والعجينة بعد ما بردت صبيتها في صحفة كبيرة. وأهم مكون في وصفة اليوم هو الدقلة. خديت مقدار 200 جرام، نظفتهم ونحيت لهم القلب متاعهم وقصيتهم جويدين. نبداو نفتفتوا العجينة دوب ما تنزلوا عليها راهي تتكسر فيسع. بالحق راهي سهلة ما تاخوش برشا وقت، المهم تكون باردة تتكسر معاكم فيسع. وكين كسرها يلزم تكون لاهي جويدة برشا ولاهي خشينة برشا وتكون كيما هكا. وكملت كسرتها الكل لين تحصلت على النتيجة هذه. وخديت الشحور متاعي بعد ما برد، كما قلت لكم مهم جدا يكون الشحور بارد باش يحافظ على الكرميشة. ونبدا نزيد الشحور بشوية ونخلط لين نشوف اللي الشحور وصل للفتفات الكل. في نفس الوقت ديما نثبت في قاع الصحفة، يلزم ما يكونش فما زايد متاع شحور في القاع، يعني الشحور جوست يغلف العجينة اكاهو. لان قربت لكم الكاميرا باش تشوفوها، والكل في الكل استعملت 150 ملي شحور. في المرحلة هذه نتعداو نزيدو بقية المكونات اللي هما اللوز المهروش والدقلة، ونخلط بالباهي باش اللوز والدقلة يتوزعوا بشكل متساوي. نفرغوها في كيسين والا صحف انتوما وشنو تحبوا. انا حطيتهم في الكيسين صغيرونين هذوما، واللي قعدت حطيتهم في كيسين كبار. ما شاء الله راهي طيح كونتيتي باهية. ونتعداو توا للزينة. بالنسبة للكيسين كبار زينتهم باللوز اللي خليناها على جنب، وليفغين صغيرونين زينتهم بشوية فستق مهروش. وسيي رسيتنا اليوم حضرت حويجة زمنية تعشق بالبنة، ريحتها ومطعمها ترجعك إلى أيام الزمن الجميل. وراهو كي تستحوذوا عليها في حكة مسكرة بالباهي تقعد تتقرمش معاكم وما يصير لها حتى شيء.
يعني ما تفقدش الدقرميشة متاعها في نهارها. ولنا جيت نذوق معاكم حبيت نوريكم القوام كيفاه يكون، ما تكونش لاصقة في بعضها وكل كعبة تكون وحدها وفاركة، وراهي ما تجيش ياسر حلوة على خاطر شحورها خفيف، يعني حلاوة اكسبتابل ماهيش غرقة في شحورها. جربوها وتفكروني، وما تنسوش باش تبارتاجيو الريسيت مع الحباب ولا اصحاب. وتوا هيا نتعداو لتشنشينة اليوم. يا سيدي قالك على شي عجب اللي كفن حلو والميت خشب. وباش نسهل عليكم راهي خليقة ماهيش صنيعة وحاجة استعملناها في الفيديو. نخليكم تخمموا في عقلكم، وكالعادة الحل تلقاوه في ستوريات الفيسبوك والانستغرام بعد شقان الفطر. على بخوشين ان شاء الله.